لما اجي اكتب المعادله بتاعتي بتبقى بالشكل ده: يساوي، وبعدين اسم الداله، وبعدين بفتح القوس بتاعي، وبعدين بكتب المعامل الاول، وبعدين المعامل التاني، وبعدين المعامل التالت، وهكذا، واقفل القوس. اذا داخل الاقواس ديت هكتب المعاملات بتاعه الداله، والمعامل ممكن يبقى اسم خليه، او رينج من الخلايا، او شرط معين. وهي دي الصيغه العامه لكتابه اي معادله. والمعاملات احيانا بتزيد واحيانا بتقل على حسب نوع الداله. مثال على ده المعادله دي: معادله داله sum. المعادله ديت فيها معامل واحد بس، وفي دوال ما بتحتاجش اي معاملات زي داله today. بفتح الاقواس واقفلها تاني، ودي بتجيب لي تاريخ اليوم. وطبعا ممكن تنفذ الدوال بكذا طريقه، والافضل انك تبقى حافظ الدوال وتدخلها على طول في الخلايا. طيب لو انا عايز اثبت خليه معينه اعمل ايه؟ بص، هنا في كذا طريقه. يعني مثلا انا عندي هنا انا عايز اجيب الضريبه، فالمفروض ان اجيب المبيعات واضربها في النسبه. لو عندي منتج تاني وعايز احسب ليه الضريبه بتاعته، وجيت سحبت الداله، افتراض يعني ان هنا في ارقام، طبعا هيديني خطأ في القيمه. ده ليه؟ ده لانه جه هنا راح حل لي، بدل ما يضربها لي في ال5% ديت ضربها لي في بي 1. هو راح حل معايا. لا، انا مش عايزه يرحل، انا عايزه يثبتها. طب اعمل ايه؟ اقول لك بقى. هتيجي هنا وتدوس علامه الدولار اللي هي من F4. انت كده ثبتها. فلو عندك اي مبيعات تانية وعايز تحسب لها الضريبه، هتيجي معاك عادي لانك انت خلاص هنا ثبتها. في طريقه تانية اقدر اثبت الخليه من عن طريقها. هتقف على الخليه اللي انت عايز تثبتها، وبعدين هتروح لتاب فورمولا، وبعدين تيجي على define name. مثلا هسميها هنا tax، ضريبه، وهدوس اوكي. كده انا غيرت الخليه، بدل ما كان اسمها A1 خليتها اسمها tax، وهتلاقي في البوكس نيم الاسم الجديد بتاعها. وكده طبعا انت مش محتاج تعمل علامه الدولار، لان بقى ليها اسم محدد، وممكن تغير اسمها من عن طريق نيم مانجر، وبعدين edit، وبعدين تغير الاسم بتاعك. طب فورمولا زي ما انت شايف كده في اوامر تانية ممكن تستخدمها في انك تراجع او تراقب المعاملات بتاعتك. يعني مثلا من خلال trace precedence انت ممكن تعرف ايه الخلايا اللي اي تأثير في القيم بتاعتها هتتأثر بيها الخلية اللي انت واقف عليها. يعني مثلا تعال نضغط هنا ونضغط عليها. هنا بيقول لك ان اللي خلى المجموع ده يظهر هنا هو مجموعة الخلايا دي. ولو عايز احذف الاسهم تاني بدوس على remove arrows. اما من خلال trace dependence تقدر تعرف ايه المعاملات اللي بيأثر فيها الخلية دي مثلا. اما show formulas لو انت عايز تظهر المعاملات بحيث تقدر تراجعها بسرعة. وايرور تشيكن ديت بتفحص اخطاء المعادلات وبتعرفك ايه السبب في الاخطاء دي لو في اخطاء. طبعا مفيش اخطاء عندي. اما evaluate formula ده عشان تقدر تتعقب المعادلة او تقيمها او تراجعها في قائمة منفصلة، والخيار ده مفيد مع المعادلات المركبة. اما الواتش ويندو فدي نافذة للرؤية بس علشان ما تفضلش تتنقل في ورق العمل كتير. طب استخدمها ازاي؟ يعني مثلا لو انا عندي النسبة بتاعت الضريبة مش موجودة في الشيت الاولاني، موجودة في الشيت التاني، تمام، وانا عايز احسبها على ده. تعالى بس الاول نغيرها. فانا دلوقتي انا عايز اروح للنسبة، للشيت اللي فيه النسبة، وعايز اعرف لو انا مثلا غيرت النسبة الضريبة بتاعتي هتكون كام. فانا مش كل شوية هدخل من الشيت ده وهدخل في الشيت ده، مش هفضل اتنقل كتير، انا عايز اسهل الموضوع على نفسي. فاجي هنا مثلا واروح واخد القيمة دي، واروح رايح على شيت 2. فهنا من مسافة ما انا غيرت هنا اي حاجة، مثلا خليتها 10%، بيظهر لي القيمة اتغيرت وبقت 2000، وهكذا. اخر حاجة هتكلم عنها هي الكالكوليشن اوبشنز.
اللي هي طريقة أو خيارات الحساب مانيوال ولا أوتوماتيك. غالبا هتلاقيها معمولة عندك أوتوماتيك، أما لو لقيت الشيت عندك ما بيحسبش فأنت غالبا هتلاقيها عندك مانيوال، وبالتالي علشان تقدر تحسب لازم تضغط كالكوليت ناو. طبعا ما عمليش أي تغيير في الحساب لأن أصلا عاملها مانيوال، فأنا لازم أضغط على كالكوليت ناو علشان يبدأ يحسب لي المعادلة. لو عندك أي استفسار بخصوص التاب ده يا ريت تقوله لنا في الكومنتات واحنا هنرد عليه.